حكم مصر كتير من الرؤساء والملوك، ومن أهمهم اللي قدر إنه يحفر اسمه في التاريخ بعد ما تمكن بذكائه إنه يسيطر على عرش مصر وأصبح مؤسس مصر الحديثة. محمد علي باشا اتعين والي سنة 1805 وكان قائد عسكري في الجيش العثماني. بعد فترة في الجيش بقى والي على مصر والسودان. كانت فترة حكم محمد علي فترة حرجة في تاريخ مصر. الفترة دي كانت بداية القرن ال19، بس قدر إنه ينقل مصر من حال لحال أفضل بكتير في فترة حكمه. اتولد محمد علي سنة 1769 في مدينة قولة اللي موجودة في بحيرة مقدونيا، وكانت وقتها بتخضع للحكم اليوناني. والد محمد علي هو إبراهيم أغا القائد العسكري اللي كان من أصل ألباني. السلالة الخاصة بمحمد علي كانت من الأسرة العلوية، وهي عبارة عن شجرة العيلة اللي قام محمد علي بتأسيسها. وحكمت أسرته مصر في وقت الانتداب البريطاني على مصر، بالتحديد بعد فترة الحرب العالمية الأولى. واستمرت أسرة محمد علي في حكم مصر لحد ما حصل انقلاب في سنة 1952. حكم محمد علي 43 سنة، والمدة دي تعتبر أطول فترة حكم في تاريخ مصر الحديث. ما اقتصرش دور محمد علي في حياته على بناء دولة أو إنه يصارع من أجل البقاء على رأس السلطة، لكن كان ليه هدف تاني. الهدف ده هو تكوين ذرية من الأولاد والأحفاد تشيل اسمه وتحافظ على أمجاده. فخلف 30 طفل، منهم 17 ولد و13 بنت. واللي عاشوا من الأبناء دي 7: إبراهيم وطسن وإسماعيل كامل وسعيد وحسين وعبد الحليم ومحمد علي. والبنات ما فضلش منهم غير توحيدة ونظلي وزينب، أما الباقيين فماتوا أطفال. وكان محمد علي مهتم جدا إن أولاده يتقنوا أحسن تعليم. حكم 11 من أسرة محمد علي باشا، وهم إبراهيم باشا وعباس باشا الأول وسعيد باشا والخديوي إسماعيل والخديوي توفيق والخديوي عباس حلمي الثاني والسلطان حسين كامل والسلطان أحمد فؤاد الأول والملك فاروق الأول وابنه أحمد فؤاد الثاني. اتوفى محمد علي في 1849 بعد ما تنازل عن السلطة لابنه إبراهيم في عام 1848 بعد ظهور أعراض الشيخوخة عليه وما بقاش قادر على التفكير المنطقي. بس اتوفى إبراهيم في نفس السنة اللي تولى فيها الحكم قبل أبوه. إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا هو الابن الأكبر لمحمد علي. اتولى الحكم من 2 سبتمبر 1848 لحد ما توفى في 10 نوفمبر 1848. اتولد سنة 1789 وقاد الجيش المصري لقمع ثوار اليونان الخارجين على تركيا، وقاد جيش مصر وفتح فلسطين والشام، وانتصر في المعركة الفاصلة بين المصريين والأتراك سنة 1839. وتولى حكم مصر بفرمان من الباب العالي في مارس 1848 بسبب مرض أبوه، لكن ما استمرش في الحكم أكتر من 7 شهور ونص، وبعد كده توفى وهو ما كملش 60 من عمره. عباس حلمي الأول اتولى الحكم من 10 نوفمبر 1848 لحد 13 يوليو 1854. اتولد سنة 1813 في جدة وعاش حياته في مصر، وهو حفيد محمد علي باشا. وفي عهده تراجع الجيش والبحرية في مصر واتقفل كتير من المدارس والمعاهد. عاش عيشة بذخ وساب كل شؤون الدولة. فضل في الحكم حوالي 5 سنين واغتيل في قصره في بنها في يوليو 1854. محمد سعيد باشا ابن محمد علي اتولى حكم مصر في 14 يوليو 1854 وهو عم عباس الأول، بس هو أصغر منه في السن. وتوفى سعيد في يناير 1863. الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي خد رتبة الخديوية في 19 يناير 1863 لحد 26 يونيو 1879. اتولد سنة 1830. وقت وفاة سعيد كان أكبر الذكور سنا، واتولى من بعده ولاية مصر. حاول إنه يمشي على نهج جده محمد علي في تحديث مصر والاستقلال بيها عن الإدارة العثمانية، بس بطريقة مختلفة. فكان بيتودد ويدفع الرشاوي لأصحاب القوة في الاستعانة، فقدر يغير لقبه من والي إلى خديوي مصر سنة 1867. كافح تجار الرقيق في السودان، وسع أملاك مصر في أفريقيا، افتتح قناة السويس للملاحة العالمية، وزادت ديون مصر في عهده زيادة كبيرة،
ودي ادت الفرصة لتدخل انجلترا وفرنسا في شؤون مصر الداخلية بحجة حماية ديونها، ووصلته سياسته المالية انه عزل السلطان عبد الحميد الثاني بالضغط من انجلترا وفرنسا في يونيو 1879، واتنصب ابنه توفيق باشا خديوي لمصر. توفى اسماعيل سنة 1895 واتدفن في القاهرة. الخديوي محمد توفيق ابن اسماعيل باشا ابن ابراهيم ابن محمد علي باشا، اتولد في 1852. حكم من 26 يونيو 1879 لحد 7 يناير 1892. في عهده في فبراير 1881 حصلت أول وقائع الثورة العربية، وهي حادث قصر النيل، وبعدها واقعة ميدان عابدين في سبتمبر 1881. واحتلت بريطانيا مصر في 1882، واحتلت مصر السودان في 1885، وتوفى توفيق في 1892. الخديوي عباس حلمي الثاني، وهو ابن الخديوي محمد توفيق ابن اسماعيل باشا ابن ابراهيم ابن محمد علي باشا. اتولد 1874 وهو اكبر اولاد توفيق. اتولى الحكم في 8 يناير 1892 واتعزل في 19 سبتمبر 1914، وحاول انه ياخد سياسة اصلاحية ويتقرب للمصريين ويقاوم الاحتلال البريطاني. فانتهز الانجليز فرصة بوادر بداية الحرب العالمية الاولى، وكان عباس وقتها بره مصر، فطلبوا منه ما يرجعش لمصر وفرضوا عليه الحماية رسميا. وخلع الانجليز الخديوي في ديسمبر 1914، وتوفى عباس سنة 1944. السلطان حسين كامل ابن اسماعيل باشا ابن ابراهيم باشا ابن محمد علي، اتولد 1853. اتولى الحكم في 19 ديسمبر 1914 لحد ما توفى 9 اكتوبر 1917. سبق ان تولى نظارة الاشغال العمومية، فانشأ سكة حديد القاهرة حلوان، وبعدها نظارة المالية في رئاسة مجلس شورى القوانين. اقامه الانجليز سلطانا على مصر، وبالاعلان ده من ناحية الانجليز بقت مصر سلطنة وخرجت من سلطان تركيا، بس وقعت في نفس الوقت تحت الحماية الانجليزية. وتوفى السلطان حسين في اكتوبر 1917، وكان عنده ابن واحد هو الامير كمال الدين حسين، وتنازل ابنه عن حقوقه في توليه السلطة. الملك فؤاد الاول ابن اسماعيل باشا ابن ابراهيم باشا ابن محمد علي، اتولد سنة 1868. اتولى من 9 اكتوبر 1917 لحد ما توفى في 28 ابريل 1936. في الاول كان سلطان وبعد كده بقى ملك، وهو ابن اسماعيل والاخ الاصغر للسلطان حسين. قررت انجلترا ان يكون خليفته على عرش سلطنة مصر. قامت في عهده ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول. اضطر الانجليز لرفع حمايتهم على مصر من خلال تصريح 28 فبراير 1922 اللي اعترفت فيه انجلترا ان مصر دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات. وفي مارس 1922 اصدر السلطان فؤاد امر يعلن نفسه فيه ملك على مصر، واصدر الدستور في ابريل من نفس السنة. وبعد كده افتتح البرلمان الجديد في ابريل 1924، واتألفت في عهده اول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول، وتوفى سنة 1936. الملك فاروق الأول اتولى الحكم من 28 إبريل 1936 لحد ما تنازل عن العرش في 26 يوليو 1952. اتولد الملك فاروق الأول سنة 1921، وبعد وفاة أبوه الملك فؤاد في إبريل 1936 اتولى بعده العرش، لكن ما كانش وصل للسن اللي بيأهله للحكم. فتشكل مجلس وصاية من كل من الأمير محمد علي وعزيز عزت باشا وشريف صبري باشا، إلى أن تسلم سلطته الدستورية كاملة في 29 يوليو 1937. وفضل فاروق ملك على البلاد، ومصر وقتها كانت محتفظة باستقلالها غير الكامل عن بريطانيا، وسادت الفوضى وانتشر الفساد لحد لما قامت ثورة 23 يوليو 1952 اللي أطاحت بفاروق وأجبرته على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الثاني. وتم توقيع الوثيقة في قصر راس التين
في 26 يوليو 1952، وسافر وغادر البلد وراح عاش في إيطاليا، وتوفى هناك سنة 1965، واتدفن في مصر في مسجد الرفاعي. الملك أحمد فؤاد الثاني اتولد في القاهرة سنة 1951، اتولى الحكم في 26 يوليو 1952 لحد إعلان الجمهورية في 18 يونيو 1953، وتنازل له أبوه فاروق عن العرش تحت ضغط الثورة في 26 يوليو 1962، وتشكلت لجنة الوصاية عن العرش من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين باشا بركات والقائم مقام رشاد مهنا، لحد ما أعلنت الجمهورية في 18 يوليو 1953. كده نبقى اتكلمنا عن الحكم في عصر الأسرة العلوية، وبإذن الله في الحلقات الجاية هنتكلم عن كل حاكم منهم بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.